يا حاج حمود ليش ما تقنع اصحابك؟ كلهم ما بيش معاهم في هذا الارض. يا أخي ما تحتاجوا للفوضى، أنتوا على مراسم ومعالم من عهد الآباء والأجداد. الأرض معلومة. كلم اصحابك، اما احنا قد احنا فاهمين الكلام كله. ايش قد معاه سيفانا ما يجي الا والدبور بعده. يا الله خارج نحن وياها اليوم. ياي ايش معاه ابوك يا سيفانا؟ مش حق ابوك انا جالس تعصور. حق ابي يونس حرام لو ما بدي واحد. ايش تيك انت؟ والله زيت فيها يا سيف، زيت العصورة. غيروا يا أهل القرية اقتتلوا. ليه؟ غيروا يا أهل القرية اقتتلوا. غيروا غيروا يا أهل القرية غيروا اقتتلوا. يا خالد غيروا اقتتلوا. يا أهل القرية غيروا اقتتلوا. قبيلة بني زيد غيروا. وايش مع العالم هؤلاء؟ عبد الرحمن وقف عشان اليسار. على الارض يا جالس عصور هنا في الارض يا حقنا. وقف ابنك يا سيف تعال اقرا. وش حصل يا سيف؟ هو اللي بدأ يطلق النار علي. انا لحد الان ما طلقت عليه ولا طلقه. حصل خير يا ابني، حصل خير. شوف يا رداد، يوميا هو يجي لهنا والبندق فوقه يعصر والارض يا مش حقنا. وانا يوميا اقنعه بروح لك من هنا وهو مكانه يعصر علي. اسمع، عارف ان الارض هي حقنا. انت رميته؟ نعم رميته. لزوم ترميه. نحكمهم، نحكم سعدان ونشوف حل. خير ان شاء الله. اسمع يا سعدان، انت تعرف ان الارض هذه حقنا. تمام؟ وما لك حق تجي تهتري ليها. فهمت؟ هذا المرة انت مع ابنك. يا عم ما تجزع طريق ولا بتشوف خبر ثاني. رميتوا ولدي وجيت تحدني الان. على حقي بموت 1000 موتة يا سعدان. خير خير تمام. اللي في راسك سويه. اسمع يابا، انت تعرف بكل شيء. الارض هذه حقنا. انا ما اريد نكون ظلمه للناس. او لا حقنا. ايش معاها ولا؟ يا ولدي أنا لا أدور سلامتكم. من ولد يابا؟ في البيت. خير، احنا نكون حذرين من كيد سعدان. الله اعلم ايش ناوي يسوي. اسمعوا، عن ناخذ هذا الارض بالقوه. هي يا اخ، وينك سارح؟ هذا الارض حق بني عبد الرزاق. وش تقول؟ اقول لك انا اوقف امام الحق، هذا حق بني عبد الرزاق ودح النصر. والله انا اقرح راسك، انا بوقف امام الحق. دحين احنا والناس مشاكل. نزلوا بنات. دحين نفتن. نزلوا بنات. راجع نفسك يا اخ، لا تبز حق الناس. هذا الارض حق بني عبد الرزاق. نشتي منكم تخلصوا من عمكم هذا تعب قلبي. انتوا شير بعزه ما حيدري. اسمع يا ولدي، اذا حصل لي شيء من عند الله شيء غريمي عمك.
فعلتها يا سعدان، فعلتها. عملتها. كيف الرصاص هذه؟ ايش كتبه؟ هاك الرصاص. ليه قتلتم؟ ليه قتلتم؟ ليه قتلت ولدي؟ ليه قتلته؟ عيشة ليه قتل ولدي؟ اشبح كانت ليه قتل؟ أباه أباه إيه! أبي أخي ها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخاف يا ابن العم، لا خذ بثار أبوك وأخوك لا تقلق. مهما هربوا القتلة لا نديهم، ولا تخاف يا ابن. تعال محمد لا تخاف. ايش فيك؟ مالك؟ اسمع لا تخاف يا محمد، أريد أساعدك. اسمع، تدري من قاتل أبوك وعمك سعدان؟ قاتل أخي سعدان. انا عارف بهذا. اسمع الكلام، أنت روح الآن لعند عمك وأنا باجيكم مجنون. خلني مجنون بدون ما تخبر أي واحد بشيء. اطلب منه بندق أبوك خله معك. عندما أمسك سعدان برقبته قم قل بالعالية على أولاده، قل يا قتله وما نمسك عبدهم وناخذ بالثار جمعه. ابشر. رجال لا تخبر أي واحد بشيء، فهمت؟ يلا الله معك، أنا خليه مجنون كذا. يا ولد خوي امسك البندق حق ابوك الله يرحمه. يا أيها الناس، أنا بالجنة ملتحسة، أرى أخي قد قتل ولا أدري بقاتله. مالي بها منفوسة مرتبسة، كأني أنا سكرا وبالكاسات والخمر أشربه. أصبحت بين القوم الأحسن حقا منتكسة، تفضل مجانين دائم فيها ناشده. هذه حكايات كل الناس تحكيها، أنا مجنونة ملتحسة، دعيت الله يجعلني من الصاحب وهم فيها مقاليسي. نزل سلاحك، نزل سلاحك. ما جز القاتل إلا الموت. أنت قتلت أخوك بيدك، تفكرني مجنون؟ ها؟ ما جز القاتل إلا الموت. قتلت أخوك يا سعدان، وقتلت أخوي ومات أبي بسببك، فهمت؟ الآن تموت.
شفت يا محمد فهمت كل شيء؟ مفهوم. اسمع يا محمد، أخذنا بثارنا وانتهينا وقتلنا المجرمين كلهم. الآن من اليوم اعتبرني في مقامة أبوك، أي شيء تبغاه أي شيء تطلبه أنا مستعد حتى أفديك بلا زيادة، ما دام أنت طلعت كذا رجال تعجبني. ابشر يا عم رداد. رجال والله وعملها رداد. ونعم فيك يا رداد. والله ونعم فيك يا عبد الرحمن. ونعم. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك يا سيد الناس، نشتي مليون اعجاب ومليون اشتراك، ولا والله ما نجدوا بشغله. تمام.